الى وائل جمعه وهيثم فاروق. كان وائل تعقيب الاول على الاهداف، ثم نتحدث عن التاهل، ثم نتحدث عن السلبيات. يعني مبروك التاهل طبعا للمنتخب وللعيبه الرجاله بصراحه. لعيبه الرجاله اللي رد فعلها بان الشوط الثاني، وهحددهم لك بالاسم: تريزيجيه، مصطفى، مروان، امام عاشور، مين تاني؟ مرموش، عمر مرموش، على المجهود والتعب اللي تعبوه. طيب دول سبب فوز التأهل المنتخب المصري. هدف التعادل طبعا صناعة حجازي بدبل باص مع تريزيجيه، ضرب فيه التكتل الدفاعي. تريزيجيه الذي صنع الفارق بصراحه. تريزيجيه هو اهم لاعب في المنتخب المصري في البطولة دي وفي الثلاث اربع سنوات اللي فاتوا. اهم لاعب واكثر لاعب تاثيرا في نتائج المنتخب. اهم من صلاح؟ اهم من صلاح على مستوى الاداء وعلى مستوى التاثير في نتائج المنتخب. فاهمني؟ الاداء والنتائج وتاثيره في اداء المنتخب. صلاح ليه كل الاحترام والتقدير، انما تريزيجيه انا بتكلم كلام فير. لاعب حقه مهضوم، لاعب شوف تأثيره لما نزل مباراة غانا. تمام. شفت انت بتتكلم على ضربات جزاء. لا طبعا غانا تتقدم اولا بهدفين على غانا، على موزمبيق. كابتن هيثم تعقيبك على هذه المباراة سريعا. هدفين من ضربتي جزاء لغانا. الحقيقه موقف غريب جدا في هذه المباراه. فريق متقدم بهدفين وقاب قوسين او ادنى من الصعود، ثم يفرط في تقدمه. فريق موزمبيق من الفرق المتطوره، لانه امن بحظوظه رغم ان هو خرج كرابع، ولكن دافع عن اماله وقدر ان هو يسجل هدفين. هدف تسجيل الفارق في الدقيقه 91 بينالتي، وايضا هدف في الدقيقه 94 يحسب لمنتخب موزمبيق ان هو كافح حتى النهايه. ولو كان تمكن من تسجيل هدف ثالث كان ممكن يبقى له فرصه في الصعود. النتيجه دي طبعا خدمت مصالح منتخب مصر، لان خلت منتخب مصر مركز ثاني وخلت منتخب غانا في المركز الثالث. انما ببارك لمصر وببارك للجماهير المصريه وببارك للاعبين وببارك لكل من شارك في هذه المباراه. مباراه كبيره الحقيقه، لكن ضيعنا فوز من بين اقدام اللعيبه. يحسب لمنتخب مصر ان هو بيلعب شوط ثاني مميز، رغم ان الوضع ده ما كانش موجود في مباراه موزمبيق عملنا شوط اول رائع وشوط ثاني غير جيد. ماتش غانا وماتش النهارده العكس صحيح، شوط اول متوسط وشوط ثاني رائع بكافه المقاييس. تغيير تريزيجيه هو الحل السحري او المفتاح السحري بالنسبه لروي فيتوريا، سجل هدف وصنع هدف. منتخب مصر بيلعب وهو مفتقد فورمه 6-7 لعيبه على ارضيه الملعب. انك تصعد وتسجل 6 اهداف وانت عندك 5-6 لعيبه مش في فورمتها، ده يعتبر انجاز لهؤلاء اللاعبين صراحه. واشوف كمان ان مصطفى محمد النهارده الحقيقه عمل ماتش كبير، رغم انه ضيع عده اهداف، ولكن الهدف الثاني سجله فيه مهاره عاليه جدا. تمريره تريزيجيه كانت رائعه. قلت لك الحل في التغييرات، انما لابد ان احنا نجد حل للدفاع. كارثه الدفاع اللي بنتكلم عليه بحدود عمره ما بياخد بطوله غير لما يكون عنده دفاع قوي. تقريبا منذ اكثر من 30 عام لم يدخل مرمى منتخب مصر 6 اهداف في اول 3 مباريات في 270 دقيقه. ده تعتبر رقم كبير جدا، رقم سلبي كبير. في حلول كتيره. لازم منتخب عشان ياخد بطوله لازم يكون عندك دفاع قوي، وزي ما قال مارسيلو ليبي لو عايز تكسب مباراه لازم يبقى عندك هجوم قوي، عايز تكسب بطوله لازم يبقى عندك دفاع قوي. غير منظومه، العب 3 مدافعين في القلب ما دام انت مش قادر تحافظ على كلين شيت في وجود 4 في الخلف. العب 3 سنترال باكس والعب 2 على الاطراف. شناوي مع كل احترام والتقدير حارس مرمى مصر الاول، ولكن هو مش في مهمته، رغم ان هو من شهر كان رائع في كاس العالم للانديه وانقذ النادي الاهلي وعمل مباريات رائعه، احسن حارس داخل افريقيا بعد ياسين بونو. لكن علامه استفهام على مدرب حراس مرمى المنتخب اللي مع روي فيتوريا. عايزين نشوف برضو ازاي التدريبات بتتم، وليه الشناوي 6-7 تسديدات طوال البطوله يدخل في مرماه 6 اهداف. الشناوي افضل من كده بكتير، ولازم النقد يكون بالراحه، لان اللعيبه دي شالتنا في مباريات كتير وعملت مباريات ممتازه. ما نذبحش، ما نعملش زي ما عملنا مع النني مثلا. النني اوكي ممكن يكون مش في مستواه، انما ما اطلعش اقول ازاي ده بيلعب في الارسنال، ازاي ده محترف في الدوري الانجليزي. النني يا جماعه اخذ احسن لاعب خط وسط في البطوله اللي فاتت، كان متاخد من ضمن تيم اوف ذا تورنمنت، يعني افضل ديفندر في افريقيا.
في البطوله اللي كان مع وائل جمعه وكيروش من افضل 11. فما نقولش كده، ما نذبحش، احنا عاطفيين، لما نحب نمدح نطلع السما، لما نحب ننقد نذبح. هديك مثال محلي سريع جدا. مارسيل كولر تعادل ماتشين في الدوري، الناس قالت لك لا ده خلص اللي عنده ولازم يمشي. كسب اتحاد جده احسن مدرب في العالم. معتمد جمال كسب 3 ماتشات في افريقيا ثبتوه، اول ما عمل تعادل شوفوا لنا مدرب اجنبي. لا، لازم النقد يكون بموضوعيه وتحط الحلول. تمام كابتن هيثم، هذه طبعا مقدمه من كابتن وائل وكابتن هيثم حول طبعا هذه المباراه واداء المنتخب المصري بصفه عامه في هذه البطوله حتى الان. اي نعم تاهل كثاني المجموعه، لكن تاهل جاء بشق الانفس للمنتخب المصري، وهذا التاهل اتوقع بنسبه كبيره غير مرضي تماما للجماهير المصريه.